السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نحضر معكم نوتيلا في البيت. كتجي صحيه بزاف، احسن من اللي كتشريوها جاهزه وعارفين اشنو تديروا فيها. نبداو على بركات الله. عندي هنايا 200 غرام ديال النوازيط، كنحمرهم في المقله بحال هكا. وعندي هنا واحد فاني، 2 معالق ديال الحليب نيدو، حليب مجفف، و2 معالق ديال الشوكولا الخام، ونص كاس ديال سكر كلاصي، نص كاس ديال الزيت، والنوازيط اللي نقيناه وحمرناه ونقيناه. صافي هنايا كنطحنوه في اي طحانه عندكم اللي كطحن مزيان حتى يولي هاد النوازيط طلق الزيت ديالو، حيت ملي كطحنوه مزيان كيطلق الزيت ديالو كيف ما كتشوفوا على مراحل. كل مره كنخلي الماكينه تستراح وكنعاود نطحن. مازال هنا غادي نطحنو عاوتاني حتى كيطلق ليا داك الزويته ديالو، كيولي خفيف بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي انا غادي نحولو الماكينه الاخرى اللي باليد، وغادي نزيد عليه هاد الفاني، ونزيد عليه هاد 2 معالق كبار ديال الحليب ديال البودره، اي حليب كتستعملوه. صافي وغادي نطرب مزيان كيف ما كتشوفوا. هنا راني زدت نص كاس ديال الزيت، وكنطربو مزيان كيف ما كتشوفوا بحال هكا حتى كنحس بالخليط تجانس معايا، عاد باش نزيد المكونات الاخرين. دابا غادي نزيد الشكلاط. هذا شوكولا كاكاو خام نقي مر، ما فيه لا سكر لا والو، طبيعي زوين. غادي تلقاوه في كارفور ولا مرجان. صافي كنبقى كنخلط مزيان بالضراب. الصراحه جات بزاف زوينه وبنينه، وجربتها وقلت علاش لا اللي من نحضرهاش ونوريها لكم كيفاش كتحضر. راها زوينه بزاف وغادي تعجب الوليدات الصغار، وتدهنوها في الخبز، وصحيه بزاف. وكيف ما كتشوفوا راه ما فيهاش سكر بزاف، يعني ممكن ديروا قل من هاد الكميه الا بغيتوا، ولا بغيتوا ديروا هاد الكميه راه كتجي بزاف. بالنسبه للنوازيط راها بزاف بنينه، كتعرفوا اشنو كتاكلوا صراحه احسن بزاف من اللي كنشريوها جاهزه. صافي كنضرب مزيان كيف ما كتشوفوا حتى خاصها تذوب ليا، يذوب داك السكر ويذوب كلشي يتحمر مزيان. ان شاء الله اي حاجه بانت ليا زوينه ومفيده اكيد غادي نشاركها معكم. كنتمنى تعجبكم هاد النوتيلا صحيه بنينه، وجربوها وقولوا لي ضروري تجربوها. صافي وكيف ما كتشوفوا هاني حضرتها. دابا راها مازال شويه سائله، مي ملي كتحطوها في الثلاجه راها كتعقد شي شويه، وصالحه للدهن في الخبز، صالحه لاي حاجه للحلويات. لوليداتكم ديروا ليهم لي ساندويش دري صغار كيتعجبهم شوكولا. وكنتمنى توجدوها في البيت ديالكم وتجربوها وتشاركوا معايا تجربتكم في لي كومونتير، وبصحه والراحه.